بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. ان شاء الله حلقة النهاردة وفيديو النهاردة هنتكلم عن صفقة دخلتها برضو كانت زيرو انعكاس، الحمد لله بفضل ربنا. هي مش شطارة مني، هي توفيق من عند ربنا في الاول وفي الاخر. ده منظر الصفقة، دخلت من هنا يا دوب الانعكاس البسيط ده هوت، وعلى فكرة ده فريم ال5 دقايق يعني مش الواو يعني. يا دوب السعر نزل حوالي 5 6 بيب بالكتير نقط، وبعد كده السعر طار معايا. ده طبعا كان فيه خبر النهاردة، وده كان سبب ان السعر يطير مرة واحدة. خلينا ندخل على التريدنج فيو هنا على الدي اكس واي مؤشر الدولار. اول حاجة ده اللي انا كنت رسمه، ده هنا استرجاع بسيط، ده انا كنت شرحه في الفيديو اللي قبل ده على طول. بص هنا، ده فير فاليو جاب عكسي انفرسال، تمام. وهنا فير فاليو جاب اهو، تمام. السعر نزل من عنده وطار على طول. طيب انا قلت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي قبل ده الفايبوناتشي ده، مايكل كان شرحه في منتورشيب 2025 بتاع السنة دي، تمام. فأنا بشتغل عليه هو يعني أنا بشتغل زي اي سي تي بالظبط يا جماعة، الحمد لله يعني. ندخل على الفريمات الصغيرة. طيب انت رسم الفايبوناتشي ده منين لمنين عشان برضو تكون معايا في كل حاجة؟ الفايبوناتشي ده دي اعداداته 25 ونص وال75. طيب ده بيفيدني في ايه؟ بيكون الفتايل ديت يعني السعر عندها بيجي ويحترم المكان ده بشكل غير طبيعي. وانت برضو ابقى ارسمه في الفير فاليو جاب وفي الفير فاليو جاب العكسي، والقمم والقيعان بس على الديول. يعني بص هنا كده، ده ديل اهو، ترسمه عنده وتشوف السعر بعد كده بيتفاعل معاه ازاي. هنا برضو كان ديل اترسم عنده، وهنخش دلوقتي على فريمات صغيرة ونشوف السعر بيتفاعل مع الحاجات دي ازاي. بس خلينا الاول نشوف اسباب دخول الصفقة. اول حاجة، طبعا انت فاهم ان دي سيولة، ليكويديتي قدامك، السعر عايز ياخدها. وهنا كان في سيولة، تمام تمام. اول حاجة السعر خد السيولة دي اهي عند ال75% فايبوناتشي من الكبير ده. بص لما السعر راح خدها، اول حاجة يا طبعا، حاجة طبعا انت ذهلت دلوقتي ازاي ده الكلام ده. بص احترم ال75% ازاي، المكان ده بص قوي عنده ازاي. بص اول حاجة راح هنا لمسه، لمس الشمع بالظبط وهبط من عنده. بعد كده حاول وبرضه السعر احترم المنطقة دي وهبط من عندها. بعد كده هنا السعر يعني كسرها، وفضل يتذبذب شوية بينها وبين الخمسين في المية. بعد كده نزل. بص انا عايزك تبص هنا كده لما نزل ازاي. ثواني، بص هنا، بص السعر جه عندها واستخدمها هي كمنطقة دعم، بص اهي. وهنا برضو مهم السعر بيفضل يتذبذب عند المناطق دي وبيحترمها. ده بالنسبة اللي كانت الفتيل الشمع الكبير. بص هنا على الفتيل الصغير، السعر هنا برضو كان بيتردد من ال50 وال75. يعني انت لو جيت تبص في النص اللي فوق، معنى ان السعر، خلينا في الابلاي هنا عادي، معنى ان السعر بيتذبذب في الاماكن ديت وبيحترم الاحترام بالقوة دي. يعني بص هنا لمس ال50%، طار من عندها على طول. بعد كده نزل فضل يتذبذب عند ال75%، وبعد كده كمل طيران على طول وقت الخبر. طيب انت دلوقتي هتستفاد ايه لما انت تقول لي انا رسمت وفهمت الفايبوناتشي ال50 وال75 وكل ده؟ كل ده بيقولك ان السعر في النص العلوي، يعني ناوي يكمل في اتجاهه، وخصوصا ان انت محدد ان في سيولة فوق اللي هي ده، تمام تمام. فانا عندي سيولة، وعندي احترام السعر المنطقة دي، وعندي ماركت شيفت. ماركت شيفت ده كل ده على فريمات على مؤشر الدولار. وهنا بريك اوف ستراكشر، تمام. السعر بعد كده راح نازل سحب السيولة دي وبرضه احترم المنطقة دي. فخلاص بالنسبة لنا ده كان خلاص السعر هيطير وهيكسر وهيسحب السيولة اللي فوق دي. وانا بالنسبة لي الهدف يعني دلوقتي ان الدولار هيكمل في صعوده، تمام تمام. نبص على اليو اس دي جي بي واي، الصفقة اللي انا دخلتها ده بصراحة انا هنا كنت محلل كل الحاجات دي. لو عايز نحلله او تشوف التحليل بشكل عام اكتب لي تحت في الكومنتات. كنت محلل ان المفروض ان دي كانت صفقة بس انا ما دخلتهاش الحقيقة. وهنا كنت قايل ان السيولة دي السعر مش هيسحبها. وبرضه لو عايز تعرف ليه قول لي تحت في الكومنتات. خلينا نبص هنا كده، دي الصفقة بتاعت النهاردة نفس الكلام. انت شايف هنا سيولة
وبرضو رسم الفايبوناتشي بتاعي. بص، الفايبوناتشي رسمه على الديل الكبير ده. نخش على فريمات صغيرة زي فريم ال15 دقيقة. بص هنا السعر طار، احترم المنطقة ديت، وبعد كده نزل عند فير فاليو جاب، فضل يتذبذب عنده، سحب السيولة ديت، فالأمور كلها بخير. بعد كده السعر صعد، نزل، صعد، فضل في النطاق ده. طيب، عشان تكون فاهم برضو، النطاق ال50% في الفايبوناتشي لما السعر بيقعد يتذبذب عنده فترة، لما بيضرب بيطير، بيطير وبقوة. تمام، سواء في اتجاه صاعد او هابط، عامة بيكمل في ايه، في الاتجاه بتاعه. بص ال50%، السعر جه لها هنا من اول كده بالظبط. عامة تقريبا كان يوم كامل، من يوم الاربع لحد يوم الخميس، يوم كامل السعر ماشي في النطاق ده. تمام. طيب، انت دلوقتي انت اتفرجت معايا وشفت نظرتي لمؤشر الدولار. بص هنا كده، هنا بالظبط. خلينا نكمل بريك اوف ستراكشر ده فين. تمام. طيب، وهنا السيولة بتاعتك اتسحبت. تمام، كل الامور كده بخير. طيب، خليك انت ثانية واحدة كده وثبتي. طيب، انت دلوقتي، وبالنسبة لي ده فير فاليو جاب، وهنا اوردر بلوك. انا طبعا الصفقة عشان دخلتها النهاردة فكل حاجة متسيفة. على فكرة الفيديو هينزل يوم الاثنين ان شاء الله، فتلاقيني يعني بقول لك النهاردة وكده. النهاردة خلاص الجمعة الجمعة 26. يعني كل جمعة بخير ان شاء الله، او كل سنة عامة ما علينا. هنا السعر عنده اوردر بلوك، وهنا فير فاليو جاب، فبالنسبة لي كان خلاص وقت الخبر، بنسبة كبيرة الخبر هيجي ايجابي. طيب، انا عن نفسي كنت مأمن نفسي وحاطط بتاع ده الستوب بعيد الى حد ما. ليه؟ قلت السعر ممكن ننزل لحد هنا، فاهمني؟ هنا برضو في فير فاليو جاب، وقلت ينزل يسحب السيولة دي. فعشان كده قلت خلي الخبر بعيد الى حد ما احتياطي، رغم ان دي بالنسبة لي كانت غلطة الصراحة يعني. لان هو لو نزل سحب السيولة دي فهيكمل يسحب كل حاجة. بس، وبرضو من ضمن غلطاتي، يعني مش غلطات بس حاجات مش افضل شيء، ان انا ما سحبتش جزء وسبت الصفقة تكمل. يعني لو كنت مثلا سحبت جزء هنا ولو حتى 50%، كنت ممكن نسيب 50% تانيين. بس انا قلت سيولة ممكن يحصل من عندها انعكاس، وخصوصا ان بكرة الجمعة، والجمعة عامة بيكون فيه انعكاسات. فقلت ايه، لا هنطلع من الصفقة كلها. بس الحمد لله ماليش رزق فيها كلها يعني. بس دي كانت صفقة النهاردة، وانا اعتقد ان هي زيرو انعكاس. انت شوف، انت عايز تقولها ان هي زيرو انعكاس او لا. انا وريت لك المنظر هنا. بص مفيش انعكاس بسيط يعني، بس ما علينا. وما تنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. وعلى فكرة ده لينك القناة بتاعتي. تقدر تكلمني لو انت عايز تشترك في الجروب الفي اي بي للتوصيات، وهسيب لك اللينك تحت في الديسكريبشن. واشوف وشكوا على خير ان شاء الله. مع السلامة.